يوم ليس كسائر الأيام. عائلة محرز منهمكة في تزيين طاولتها بأشهى الحلويات التقليدية، ليس لاستقبال أحد الأقرباء أو الأصدقاء، وإنما ضيفهم سيحل عليهم عبر شاشة التلفزيون. ابنهم رياض محرز الذي يشارك في نهائي البطولة الإنجليزية. هذا ولد خويا، راني فرحان به، وكما يقولوا مشرفنا كما قال العائله تاعو، الفاميليا تاعو كاع هنا في بني سنوس. انا عمو الصغير ننصحو باش يقعد في ليستا سيتي، يزيد معاهم على الاقل حسب هذا الموسم الجديد تاع 2016-2017. الحمد لله فخر كبير، ولد خالي هذا راح شرفنا وشرف الامه العربيه وبالخصوص الجزائر، ورانا فرحانين به بزاف. فرجة تصنعها عائلة محرز اعتزازا وافتخارا بابنهم رياض. رياض الذي ولد من أب جزائري وأم جزائرية، نشأ في مدينة بني سنوس، حيث كان يداعب الكرة منذ صغره رفقة أبناء حيه. أبناء حيه صغارا وكبارا يرتدون من أجله أقمصة باسمه تعبيرا على حبهم له. رياض محرز بالنسبة له كابن المنطقة، الحمد لله أنه له ارتباط وثيق، والدليل على ذلك زيارته كل سنوية للمنطقة. إذا فرياض محرز بالنسبة لنا هو فخر لنا جميعا. هذا التألق تاعو كان رد على الميدان بالنسبة لبعض المشككين اللي شكوا في القدرات نتاعو. الوغ نتمنى له باش يزيد ما ينقصش، ونتمنى له من قلبي باش يكون احسن لاعب في العالم. انا فرح، انا غني، انا نطير كي الحمامه. من حي فقير إلى نجم كبير، قصة نجاح عنوانها رياض محرز الذي أصبح قدوة لجيل من أبناء بلده. رفيق بخوش، صدى الملاعب، مدينة بني سنوس في أقصى غرب الجزائر.